ودي كده صينيه البشاميل. وتعالوا بقى ايه اتغدوا معانا. هو غدا متاخر بس تعالوا اتغدوا معانا، المغرب اذن، كاننا في رمضان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده بقى عامل بشاميل، قلت اوريكم بقى ايه. طبعا احنا عارفين مع بعض الميه بحطها كده. الميه بحط فيها ورق لورا وحبهان. هنا طبعا الميه غليت، هنسلق المكرونه. انا هعمل كيس كده وشويه، يعني حوالي نص كيلو مثلا. يعني ده كيس ونص مكرونه. ديت ورقه من بتاع اللورا شايفه. وزي ما انتوا شايفين وعارفين طبعا انا ما بحطش زيت وانا بسلق المكرونه خالص، عشان احنا اتفقنا ان الزيت بيعوم على وش الميه بتاعه المكرونه والمكرونه ما بتستفادش منه. على العين التانية انا حاطه حله هنزل عليها شويه سمنه، عشان اعصج اللحمه، وشويه بصل كتير يعني كده. انا يعني هشوح البصله بتاعت اللحمه. انا عامله حوالي كده 3 بصلات كبار، او يعني هما بصلتين كبار 3 كبار كده. يعني انا بصراحه بحب البصل كتير في اللحمه المفرومه. انا بس ما بحبش البصله يبقى ليها لون، انا بس بدبلها واحط اللحمه معاها على طول. انا يعني بحب ان انا احس بطعم البصل في اللحمه المعصجه، ما بحبش ان هو يكون زي الطبيخ كده. فده نص كيلو لحمه مفرومه هحطها. طبعا اللحمه المفرومه احنا ما بنحطش عليها ملح طول ما هي لسه بتستوي، طول ما هي لسه كده يعني نيه. لما بتستوي خالص انا عاده ما بحبش احط الملح غير في الاخر خالص في اي طبيخ. كده المكرونه يعني مش استوت قراء على وش سوا، فانا طبعا هصفيها. بصوا يا جماعه الحله اهي من غير حاجه لازقه فيها، من غير زيت. نقلب بقى كده ونعين بقى ورق اللورا. عين ورق اللورا، اللحمه بتتعصج، والحبهان زي ما قلنا في ناس ما بتحبش الحبهان. انتوا ما بتحبش الحبهان؟ اصل اللي معايا الانسه سلمى بنت اخويا، طبعا انتوا عارفينها من قبل كده، فهي اللي بتصور لنا النهارده. انا بحب اوقفها معايا في المطبخ، هي على طول تقول الاكل حلو، فانا بقى ايه بحب اوقفها عشان هي اللي تطبخ بقى بعد كده ان شاء الله. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده اللحمه خلاص، يعني بصوا يعني خلاص اتفلفلت، يعني مش اتعصجت، انا كده يعني ايه فكت من بعضها زي ما انتوا شايفين كده اهي فكه كلها. فهحط لها بقى شويه فلفل اسود، حطيت لها شويه فلفل اسود، ودول الفلفل الاسود ورشه جوز الطيب. هزود لها بقى شويه ميه سخنه عشان انا بحب ان هي تستوي. ما هي كده هسيبهم بقى ايه تشرب الميه ديت، بحيث انها تبقى مستويه وتنزل العصاره بتاعتها فيها، يعني عصارتها تبقى فيها. وبعد كده لما تشرب الميه ديت هبقى اجيلكم. انا حاطه حوالي كوبايه ميه، كوبايه اللي هي المج ديت بتاع اللبن. نحط الوطه اللي هي لون خد يا نوع
اهي معلقه نضيفه. قلبي. هاتي ده. خدي يا حبيبتي. يلا قلبي شاطره في البنات. جدعه. تطلعي كده شطوره. بقى لما ارجع لكم تاني بعد شويه. هرجع لكم لما تتشرب، هرجع لكم تاني بعد الشرب. هنحط بقى الملح. هي كده خلاص اتشربت الميه بتاعتها. نحط شويه ملح. انا كده خلاص هقفل عليها. وفي بقى حاجه انا عاملاها، دي فلفل الوان وفلفل اخضر عادي. ده فلفل الوان احمر، فلفل اخضر عادي انا ضربهم في الكبه فهحطهم عليها. هيدوم طعم جميل قوي. ولاد عمتك بيحبوها بالفلفل. كلنا بنحبها. انا مش عايزاها مسلوقه فعشان كده انا بحط في قطعه فلفل اهي بحالها. بس خلاص هي بتعمل هتطرى. لا هتطرى لما من البخار بتاع هعمل بشاميل. دول شويه سمنه قد ايه انا مش عارفه بصراحه، بس دول 3 معالق دقيق وعليهم معلقه نشا. انا بحب احط معلقه نشا في البشاميل، بتبقى كريمي كده شويه. وكده انا مش مكتره السمنه قوي لانها بقى ما كانتش يعني. بفضل اقلب فيه كده بس ما بدلوش لون، يعني ما بديش انا الدقيق لون. هنزل باللبن حبة حبة. اللبن طبعا مغلي وهو سخن شوية بصراحة، أنا مش هاكله. حبة حبة يا سلمى. حطيهم سوا. بعمل كده بالمضرب على طول. أنا بحب أحط يا جماعة مع اللبن كبشة شوربة بصراحة، يعني أنا بحبه. وكمان تكون شوربة فراخ يعني بتبقى احسن، طعمها حلو جدا. استنى اشوف هي هتبقى سمكها ازاي. ديت كبشة الشوربة، وبرضه هشوف لو لقيتها محتاجة تاني هحط لها. طول ما انت بتقلبي فيها كده مش هتكلكع، مع ان اللبن كان سخن لسه، والدقيق طبعا كان سخن وما كلكعتش عشان انا قلبتها بسرعه. نشوف السمك بتاعها بس كده. انا دول بشرة جوز الطيب ومعلقه فلفل اسود صغيره وملح. شوية لما هو شكله ضعيفة. أنا بحب الفلفل، طعم الفلفل الأسود أكتر من الفلفل الأبيض، بحس إن هو ليه طعم أكتر من التاني. هشوف السمك بتاع البشاميل عامل إزاي. أنا بحبها. بصوا يا جماعة هي كده، بس أنا هي كده هتتخن، فأنا هحطلها شوية شوربة تاني عشان أنا مبحبهاش تخينة بصراحة. كريمة لباني هحط لها حبة، هحط حبة منها عشان هو عايزاه، يعني تقريبا نص كوباية كريمة لباني.
شويه لحمه مفرومه وبرده شويه بشاميل عشان تمسك في بعضها. بقلب هنا حطيت شويه بشاميل ووزعهم طبعا في الصينيه كلها. طبعا بنحط اول طبقه كده انا بحاول املى الفراغات عشان اللحمه ما تنزلش في القعر تحت في قعر الصينيه. كده حطينا اللحمه، هنحط بقى الطبقه التانية. طبعا زي ما انتم شايفين انا مقلبه بالمكرونه كلها بلحمه عشان يبقى طعم اللحمه فيها كلها مش في النص بس. ودي كده صينيه البشاميل، وتعالوا بقى ايه اتغدوا معانا. وغدا متاخر بس تعالوا اتغدوا معانا، المغرب اذن كاننا في رمضان.